ورطة الوداد أمام الأهلي 5 غيابات مؤثرة قبل نهاية دوري أبطال أفريقيا اليوم 9 مساء على استاد القاهرة. ورطة جديدة للوداد. الوداد يغيب عن صفوفه عدد من العناصر المؤثرة، لعل أبرزه عبد الله حمود لاعب وسط الفريق المغربي الذي عانى من التهاب على مستوى الزائدة الدودية، ليخضع لعملية جراحية في القاهرة أثناء وجوده مع فريقه من أجل المشاركة في هذه المباراة. يغيب الحارس الأول للوداد أحمد رضا بسبب إصابته في الركبة منذ مارس الماضي، ليشارك يوسف مطيع بدلا منه، خاصة وأنه أثبت جدارته في المباريات الماضية. وعلى مستوى قلب الدفاع يغيب حسين بن عيادة بعد إصابته بتمزق عضلي غاب على إثرها خلال الشهر الماضي. ويعد الغياب المتوقع للكونغولي أرسن زولا مدافع الوداد الأكثر تأثيرا على الفريق المغربي، وذلك بعد تجدد إصابته في مران الفريق الأخير إثر تعرضه لنزيف بعدما أصيب برأسه في لقاء الوداد الأخير بالدوري المغربي، ليتأكد غيابه عن مباراة الأهلي بحسب بعض التقارير المغربية. الشكوك لا تزال تحوم حول مصير مشاركة السنغالي بولي سامبو الذي تعرض لإصابة كبيرة قبل أسبوعين، ورغم عودته ومشاركته في مباريات الوداد الأخيرة إلا أن بعض التقارير تشير إلى أن هناك شكوك حول مشاركته ومهاجم الفريق وهداف الوداد في جميع البطولات في هذا الموسم.